في موضوع اتكلمت فيه كتير، بس حاسة ان انا عايزة اتكلم فيه دلوقتي تاني بسبب انتشار مفاهيم غلط جدا على السوشيال ميديا. من الناحية الدينية ان في ايات او احاديث بيتم استخدامها استخدام خاطئ، فدوت بيعمل بلبلة بين الناس او بيخلي الاجيال الجديدة خصوصا طالعة مش فاهمة هو في ايه. عارفين كده زي الناس اللي بياخدوا نص الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة، خلاص يبقى احنا ما نصليش. كملوا الآية. من أكتر الآيات اللي ساعات بيساء استخدامها بدون وعي أو بدون قصد الآية الكريمة في سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا من وأنا صغيرة كنت لما باجي بقرأ الآية دي أقول هو معقولة معنى الآية إن أنا لما يبقى عندي نعمة أحدث؟ يعني أطلع أتكلم وأطلع أقول يا جماعة ده أنا عندي ويا جماعة ده أنا معايا. ما أنا اتربيت إن دوت اسمه تنطيط على خلق الله مثلا. فلما كبرت شوية وعرفت ان انا المفروض افهم صح الايات القرآنية وافهم معناها واسباب النزول، فبحثت لقيت ان الاية الكريمة نزلت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والنعمة المقصودة هنا هي النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دونا عن سائر الخلق، وهي نعمة القرآن الكريم ونعمة الرسالة ونعمة النبوة وإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. كل آية في القرآن هي نازلة ليا ولحضرتك ولحضرتك. الآية القرآنية بتقولك يا فلانة أو يا فلان لما يكون عندك نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيقولك وأما بنعمة ربك فحدث. طب أحدث يعني أعمل إيه؟ فجيت بقى بحثت ودورت وسألت كتير. بالصدفة لقيت فيديو لدكتور حسام موافي بيتكلم على النقطة دي برضو بالذات. ليه؟ لأن احنا في زمن مليان ان الناس عماله تتكلم على السوشيال ميديا ده انا عندي وده انا جبت وده انا سويت و انطلاقا من مبدا واما بنعمه ربك فحدث. تعالوا بقى نشوف المعنى الحقيقي للايه الكريمه. اول حاجه اتفق العلماء ان اما بنعمه ربك فحدث معناها الاولاني انك تحدث نفسك بالنعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك واكرمك بيها. يعني ايه؟ يعني انا ابقى قاعده مع نفسي افتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى واعددها واحمد ربنا عليها واشكر ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى كرمني بفضله ان بقى عندي النعم دي وانا لا حول لي ولا قوه. اللي هو بيتقال عليه في علم النفس الحديث والعلوم الانسانيه الموجوده دلوقتي في البوزيتيف سايكولوجي ممارسه الامتنان، الجراتيتيود. ده موجود عندنا في القرآن الكريم منذ آلاف السنين. تركز مع نفسك بقى، ركز مع النعم اللي عندي، مش هقعد ابص على الناس اللي حواليا. تاني حاجة ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة واحدث بها في العلن. يعني ايه بقى؟ دي بقى اللي فيها الخلافات بقى والمشاكل والكلام الكتير خصوصا على السوشيال ميديا. هتيجوا تدوروا وتبحثوا، ده مش كلامي، ان النعمة اللي عندك يكون ليها اثر ايجابي على المجتمع والناس اللي حواليك، كما قال تعالى في القرآن الكريم لينفق ذو سعة من سعته. يعني ايه؟ انا السعة بتاعتي في المال، ربنا اكرمني بمال كتير، معنى ان انا احدث بالنعمه اثر المال الكتير دوت يبان بشكل ايجابي وبمصلحه للمجتمع وللناس اللي حواليا. احدث بالنعمه في العلن ان انا اكفل الايتام، ان انا اطعم الطعام بشكل كبير، اعمر مساجد، اساعد اسر متعففه. حضرتك تسال نفسك قبل ما تظهر اي نعمه للمجتمع، هل باللي انا بعمله دوت فيه اثر ايجابي للمجتمع ولا لا؟ لو لا يبقى حضرتك كده مخالف الآية الكريمة. لو كانت الساعة عندي في العلم أعلم الناس، ما أبخلش على حد بمعلومة، ضللش الناس بمعلومة غلط علشان ما يسبقونيش. لو ربنا رزقك الساعة في الصحة يبقى حضرتك المفروض تشتغل وتعمل وتفيد. فيصل هنا، وده مش كلامي، ده كلام القرآن الكريم، إن لو حضرتك بتظهر أثر النعمة بشكل فيه مفاخرة وتباهي وما فيهوش منفعة للناس، عشان أنا عندي أسباب داخلية لا يعلمها إلا الله ومش بتكلم ولا ببوح بيها، بس هدفي كله المنظر الاجتماعي وشكلي ويتقال عليا إيه واتفشخر وتباهى. في معنى تاني لشكر الله في العلن، وهو إن لما حد يجي يقولك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده انت مثلا ربنا موسع عليك مثلا في المال، لا تنكر النعمة وما تنسبش النعمة لنفسك. يعني ما تجيش تقول والله ده انا بشطارتي، ده انا بتعليمي، ده انا بتعبي. الرزق ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. لان في ناس بقى بتدعي الفقر وتدعي المرض. برضو من الاحاديث اللي بيتم استخدامها استخدام خاطئ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. تيجي تقول ايه؟ ايوه ده معناه
ان انا اوري واظهر. نرجع تاني ونقول، هل اظهار النعمة زي ما احنا ذكرنا قبل كده، ولا اظهار النعمة لاسباب دنيوية مفاخرة مباهاة؟ في ناس ربنا بيبتليهم بالسعة، وفي ناس ربنا بيبتليهم بالضيق. ابتلاء السعة ده على فكرة اصعب بكتير، لان انت لما تبقى مبتلى بضيق الحال، سبحان الله، يعني فطرة الانسان ان هو بيدعي ربنا اكتر، بيلجأ لربنا اكتر، بيقرب من ربنا اكتر. لكن لما ربنا بيوسع عليك وبيوسع عليك وبيوسع عليك، لو انت ما اديتش شكر النعمة صح، لو انت ما خدتش بالك كويس قوي ازاي تستخدم النعمة من غير ما تضر اللي حواليك ومن غير ما تأذي اللي حواليك، فدوت ابتلاء صعب قوي. الانسان لما بيقرر ان هو يتحدث عن النعمة ليها شروط. يعني سبحان الله، القرآن والسنة ما سابوناش كده، بس احنا ندور بس في الدين قبل ما نقعد نتكلم ونستند على آيات قرآنية وأحاديث. وده والله بقوله لنفسي قبل ما أقوله لأي حد، اتعب نفسك شوية ودور وابحث. شروط قبل ما تيجي تتكلم على النعمة، أول حاجة إنك تستبين انت رايح تتكلم مع مين. يعني ان الناس تشوف اثرها الايجابي قوي زي ما احنا قلنا والكلام دوت مع حد ما عندوش خالص، مش من الانسانية اصلا. فالموضوع دوت صعب جدا على السوشيال ميديا. يعني انا الفيديو دوت بيشوفوا ناس انا معرفش الناس اللي بتشوفه دي مين ولا هيوصل لمين. فبالتالي لما حد بيتحدث عن نعمة عنده، والله اعلم هل هي مستندة للشروط اللي احنا قلنا عليها ولا لا، ما بيبقاش عارف مين اللي هيشوفها واثرها ايه في نفس اللي هيشوفها. ديننا سبحان الله مهتم جدا بنفسية الانسان. على طول سبحان الله في الدين يتقالك ان الاثر النفسي ولازم نخلي بالنا، وان الكلمة الطيبة صدقة. وتاني حاجة، ده ليك انت قبل ما يكون لأي حد. اتكلم مع الناس المقربة ليك اللي انت ضامن ان هم يحبوا لك الخير. انا بستغرب جدا ناس بتنشر تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا ونعم على السوشيال ميديا بأريحية غريبة، انطلاقا برضو من آية وأما بنعمة ربك فحدث. واحنا قلنا ان دوت مش تفسيرها، مع ان القرآن الكريم ضرب لينا مثل ان احنا ننتقي ونتحرى احنا بنقول ايه لمين. ما ينفعش ان انا اطلع اقول انا مؤمنة ان ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، ولكن انا كنت مقصرة. انا لازم اعمل اللي عليا. مبدأ التواكل ان انا ما اخدش بالاسباب واقول ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، لا. والدليل على كده ان في سورة يوسف سيدنا يعقوب عليه السلام برجاحة عقله قال لسيدنا يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ده هنا سيدنا يعقوب عليه السلام بيحذر ابنه إنه يحكي لإخواته. هو كان عارف إن في نفوسهم شيء ناحية أخوهم، فما بالكوا بناس أغراب ما يعرفوكوش. حتى في رأي العلماء إن هم لم يستحسنوا تصوير العبادات من باب التشجيع. انا مثلا ما صورش ان انا بعمل اطعام وانزله على السوشيال ميديا، ان هم بيبعدوا عن الشبهات، بيخافوا يكون فيها شعرة من الرياء والتباهي والمفاخرة. بقى ان هم استندوا للحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وكان منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الموضوع كله كمان في عامل مهم جدا وهو النية. عادي ممكن ناس تطلع تقول لا وانا نيتي وده انا بعمل وده انا بسوي. فكرة كلها حتى لو اللي انت بتقوله دوت خال على كل الناس، كل الناس صدقته، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كويس قوي انت كل صورة حطيتها ليه، كل فيديو نزلته ليه، كل نعمة أظهرتها ليه. الكلام في الموضوع دوت لسه مخلصش، وإن شاء الله ليه تكملة تاني. الميديا يا جماعة هي ابتلاء العصر بجد. اللي يتعامل معاها يتعامل بوعي شديد. اللي في الزمن دوت مش مرجعه القرآن والسنة هيتوه، مش عارف ايه الصح من الغلط. اما من هنا تجيبه على بوست، من هنا يوديه على فيديو يخلي نفسيته في الأرض. إن السوشيال ميديا فيها نسبة تلاعب بالعقول مرعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلا السوشيال ميديا من أكبر فتن العصر دوت.